وأنا دائما أأكد وياي الشباب لو مو وياي، أنا دائما أأكد إنه الموضوع موضوع أسلوب إنساني. أرجوك كلما ترقى الفرد في أسلوب توصيل الفكرة والمعلومة إلى الأجيال كلما ترسخت فيهم. صح لو أنا غلطان؟ فبالتالي لا نتبنى العنف اللفظي أو العنف التصرفي الفعلي تجاه من لا يدرك فضل هذه الزيارة، تجاه من يشكل، تجاه من يتكلم. يعني مثلا البارحة مجموعة من الشباب قرابة 25 شاب تقريبا، جلسة شبابية، مجموعة يطلقون على أنفسهم شباب ستايل الله يحفظهم، فجلست معاهم قالوا احنا دا نروح للزيارة كل سنة دا يرفضون، يعني بعض المواكب يرفضون يطبقونا ما يدخلونا للموكب. فنريد نفهم ليش احنا، يعني شنو البينا حتى. خب انا تسريحة شعري هذا الشيء يخصني انا، ملابسي شيء يخصني انا. فاللي فهمتهم اياه انقل لجنابك ايضا، وبلكي ببركة ابائنا ينتشر بين الشباب وبركة ابنائنا ينقلوه ويوصل، وانا متيقن راح يفهمون الفكرة الكثير. الغاية والشاهد من عندها انه شوف الاسلوب، من ترقي اسلوبك بالتعامل مع الاخر وتحترم الانسان، يقينا الانسان راح يحترمك ويحترم نفسه لو لا. لكن لو احنا من نتبنى العنف، نتبنى الكلام عليهم راح يعند لو لا، راح يزيد عناد. اسمعني. فقلت له عفوا، من تدخل للجامعة أليس للجامعة زي الرسمي؟ قال نعم. قلت له من تدخل للكلية مو الكلية زي رسمي؟ قال نعم. قلت له زيارة ال40 مظهر إسلامي إمامي، مظهر إنساني، فأيضا لابد أنه إلى زي موحد. بعض الأخوة كانوا جالسين، انتبهوا شلون صفنا شباب. يعني شنو الفكرة يريد بداخله يسألك، يعني شنو تريد تقول له؟ اللي أريد أقوله أنه إحنا في زيارة ال40 للإمام الحسين عليه السلام نرتدي زي رسمي. شنو هذا الزي؟ سواد. الله. وإذا كنا نشوف أنه مثلا تسريحتنا أو شيء أو كذا ما تتناسب ويا آداب الزيارة، فش نلبس؟ بعض شبابنا يلبسون يخلون شفية على رأسه يغطي رأسه، وأيضا الشفية سود، زي رسمي. طبيعي لو مو طبيعي؟ الحسين عليه السلام جامعة لو مو جامعة؟ وتشوف هاي فروع الجامعة، هاي الآن فرع من فروع الجامعة في منطقة الشماعية في بغداد. صح يا جماعة لو أنا غلطان؟ فزي رسمي أكو. ولذلك ودعتك أنت من فهم الفكرة الشاب وعاها بينه وبين نفسه، قال صدق صحيح، وهو يحب للحسين الشاب ما يكرهه، لكن كان يفتقر إلى الفكرة والوعي. من هضم الفكرة راح تشوفه يرتدي. أنا متيقن شبابنا من راح يطلعون الكربلة، راح يلبسون الزي الرسمي ال40. شنو الزي الرسمي ال40؟ السواد. ومن وجد منهم عبارة على صدره تقول يا حسين يضعها إن شاء الله تعالى. ليش؟ حتى يرى العالم أجمع مدى حب المجتمع للحسين، مدى حب كبيرنا وصغيرنا، شبابنا وبناتنا للحسين. فهم الفكرة، وعى. تروحون لو ما تروحون للزيارة؟ إن شاء الله أنا متيقن ابن الشماعية، ابن المدينة، ابن بغداد، من راح يطلع هاي السنة للزيارة راح يروح إما يشتري تيشيرت أسود وبنطلون أسود ويخلي شفية إذا رأى أنه مظهره لا يليق. هو راح يحدد المصلحة، لأن أنا أثق به
جدا أثق به. نعم أنا أثق به وأثق بوعيه، وإذا شاف لا أنه يطلع بهذا المظهر ما يخلي أي شيء على رأسه، فقط يكتفي بالسواد على جسمه، راح يلبس السواد ويرتدي ويتوكل على الله. تسووها لو ما تسووها؟ هاي شنو؟ هاي شو ضعيفة، كأني ما سمعتها. تسووها لو ما تسووها؟ شوف